لو بتسمعني دلوقتي يبقى انت داخل مكان اللي بيدخله مش دايما بيطلع زي ما دخل، او ممكن ما يطلعش من اساسه. دي مش حكاية عادية، دي حكاية مستشفى الوحش، المستشفى اللي الهدوء فيها ليه تمن. عشان كده عايزين نتفق ان احنا دلوقتي هنقفل النور ونحط السماعة ونقعد نسمع مع بعض قصة النهاردة. يلا بينا. مستشفى الوحش، المستشفى اللي جدرانها شربت دم لحد ما شبعت، واللي دخلها مفقود واللي خرج منها كان مولود، والسر كله كان ورا ضحك الدكتور نادر الهادية. دكتور نادر ما كانش نايم في أوضة عادية، كان نايم في مكان أشبه بالقبر المودرن. أوضة ضيقة في بنسيون قديم بوسط البلد، حيطانها مقشرة لونها باهت زي وشوش الأموات، السرير حديد بيزيق مع كل حركة، وجنب السرير ترابيزة عليها كراكيب، كتب تشريح قديمة، تلفزيون 14 بوصة ما بيجيبش الجر، الصوت اللي بيخلي الأعصاب تتدمر. نادر كان قاعد على الكرسي الخشبي الوحيد اللي في الأوضة، عينه غائرة وسارحة في الفراغ، وبيفكر ليه دكتور شاطر زيي يوصل للحال ده. الحكاية بدأت من وهو طفل، لما نادر شاف أبوه اللي كان جراح مشهور وهو بيشرح جثة قدامه ببرود تام، وقال له: يا نادر، الجسم ده مجرد مكنة، السعادة الحقيقية إنك تفك المكنة دي وتعرف تروسها ماشية إزاي. الكلمة دي زرعت جواه بذرة سودا، بذرة كبرت معاه وبقت هوس بالنسبة له. نادر لما كبر دخل كلية الطب، دخل علشان يعرف يعني ايه تشريح. ما كانش بيهمه المريض يخف، هو كان يهمه بس المريض يموت علشان يشوف اللي جواه. لدرجة ان هو تم طرده من كذا مستشفى بسبب تجاوزاته المهنية. من هنا بدأ يجيله اكتئاب حاد، لدرجة انه حبس نفسه في الأوضة دي يراقب الدبان وهو بيموت ويتخيل انه بيشرحه. وفي لحظة سرحان وهو قاعد التليفون يرن. صوت غليظ ورسمي اتكلم وقال له: دكتور نادر، أنا أستاذ عز الدين المحامي، البقاء لله، عمك الدكتور طلعت الوحش تعيش انت. نادر اتنطر من مكانه مرة واحدة وقال له: عمي مات؟ أيوة، وساب لك ورث كبير، مستشفى كاملة في المعادي باسمك، مستشفى الوحش، طبعا غنية عن التعريف. دكتور نادر تاني يوم راح علشان يستلم الورث اللي عبارة عن مستشفى. هي مستشفى في شارع جانبي بالمعادي، شارع الأشجار فيه ضخمة جدا لدرجة إنها بتحجب ضوء الشمس حتى في عز الظهر. أول ما نادر استلم المستشفى طرد كل الطاقم الطبي اللي فيه، ما بقاش غير واحدة بس اسمها ناهد، وناهد دي ما كانش سايبها كده حبا فيها. دكتور نادر درس ملف كل واحد وواحدة فيهم كويس قوي، وعرف إن ناهد دي أنسب واحدة، لأن ناهد دي ست غلبانة جدا، جوزها ميت وبتصرف على عيالها. نادر اختارها بالذات كمان لأنها خوافة وبتحافظ على لقمة عيشها، يعني هيكون ليها حق إن هي تشوف وتسكت. فده اللي كان حافز قوي عنده إن هو يسيبها، لأنها هتشوف ومش هتتكلم. المعروف عن ناهد إنها ما بتسألش كتير. بعد كده نادر بدأ ينفذ خطته التانية، وهي التغيير التام لشكل المستشفى، مستشفى الوحش اللي كانت بالنسبة لنادر مشروع العمر. المستشفى كانت مخصصة للمرضى النفسيين والمدمنين، يعني ناس محدش بيسأل عليهم. عشان كده نادر استغل الموضوع ده لإشباع رغبته المهووسة، وهي التشريح. وبالفعل جاب عمال من بره، وعمل تعديلات غريبة في الغرف، وعمل ممرات
كلها ملتوية زي المتاهة، وعمل غرف تفتح على حوائط سد، غرف تانية مفيش فيها ولا شباك ولا أي حاجة ولا حتى بلكونة، مفيش فيها غير باب، غرف تانية ما بتقفلش غير بتكة واحدة عن طريق نظام كهربي، ما بتفتحش غير من بره، يعني اللي بيخش فيها ما ينفعش يطلع لأن التحكم فيها بيكون من الخارج. كل ده كان بيحصل بالليل. أما الصبح بقى كانت بتيجي ناهد تعمل الشغل الإداري، تدي الحقن للمرضى اللي في الغرف العادية وتمشي قبل المغرب، لأن نادر كان بيفهمها إن الحالات الصعبة بتتعالج تحت في البدروم تحت إشرافه الشخصي. المستشفى بقت فخ، الممرات مش مستقيمة، لأ دي ممرات ملتوية تمشي فيها تحس إنك بتلف حوالين نفسك. ده غير طبعا غرفة الموت الصامت، غرفة نادر صممها بحيث إن الباب يفتح من بره بس، وبمجرد ما المريض يدخل الباب يتقفل عليه، والتحكم فيها بيكون من بره زي ما قلت لكم قبل كده. الأوضة دي مجرد حيطان مدهونة بلون أصفر يوجع العين، فتحة تهوية بتطلع ريحة بنج خفيف يخلي المريض يدوخ وينام، لحد ما نادر بقى يقرر إنه ينزله تحت في البدروم. في ليلة شتوية الدنيا كانت بتمطر مطر خفيف جدا، لكن خلى الأسفلت في الوقت ده زي المراية. في الوقت ده كان ماشي على الطريق موتوسيكل الأمين شرطة اسمه طارق، كان راكب الموتوسيكل بتاعه وراجع من مأمورية. فجأة يبص يلاقي في عربية نقل مقطورة كبيرة فرملت مرة واحدة، والنصيبة بقى إن كان في قدامها عربية ملاكي دخلت تحتيها. المنظر كان مرعب. طارق نزل بسرعة حاول يفتح الباب المفعوص تحت المقطورة، دراعه اتلوى وكتفه اتخلع من قوة الشد. بص حواليه ملقاش غير يافطة باهتة مكتوب عليها مستشفى الوحش للصحة النفسية. خد بعضه وهو بيعرج ودراعه مدلدل جنبه ودخل من البوابة الحديد اللي بتزيق بصوت يشرخ الودن. المستشفى من جوه كانت ضلمة جدا، مفيش غير لمبة واحدة في الاستقبال بترعش. ناهد في الوقت ده كانت قاعدة بتلم حاجاتها علشان هتمشي لأن الشفت بتاعها يعتبر خلص. بس في الوقت ده دخل عليها طارق وهو بينادي على أي حد في المستشفى. ناهد أول ما شافته وشها جاب ألوان، لقت طارق واقف قدامها بيتكلم وهو بينهج وبيقول: يا نسا، في حادث بره، الناس بتموت وانا دراعي زي ما انت شايفاه كده بايظ، كلمي الاسعاف او اندهيلي من هنا اي دكتور بسرعه ارجوك. ناهد برعب وشها اصفر ردت عليه وقالت: يا باشا مفيش دكاتره هنا، مفيش غير الدكتور نادر وهو دلوقتي في غرفه العمليات وممنوع حد يقرب من اوضه العمليات. ممكن حضرتك تروح القصر العيني او اي مستشفى غير دي. طارق استغرب، يعني ايه مستشفى غير دي؟ او يعني ايه مستشفى مفيش فيها حد غير دكتور واحد؟ في اللحظة دي سكت الكلام، وفي اللحظة دي كان في صمت مريب وفي برضه ريحة مريبة. طارق فضل يشم بمناخيره وقال لها: ايه الريحة دي؟ ريحة ايه؟ دي ريحة منظفات وديتول. لا، دي ريحة زفارة دم وانا عارفها كويس، كأن في ذبيحة. انتوا كنتوا لسه دابحين هنا ولا ايه؟ الريحة كانت قوية لدرجة ان طارق حس بغثيان. طارق قال لها: ريحة ايه دي يا ست انت ما تنطقي، انتوا دابحين حاجة هنا ولا ايه؟ ناهد في اللحظة دي صوتها كان بيترعش لدرجة ان هي بقت واقفة قدامه وهي بتتلجلج في الكلام وقالت: لا لا لا، دي ريحة مواسير الصرف بتاع المستشفى. ايوه، اصلها قديمة شوية فاكيد هي اللي عاملة يعني الريحة دي. ناهد وهي بتلم شنطتها وبتتلجلج في الكلام كانت عايزة تمشي بسرعة عشان تهرب قبل ما يحصل أي حاجة، بس طارق هنا بحسه الأمني عرف إن في مصيبة لدرجة إن هو سابها واتجه للممر اللي طالع من ناحيته الريحة. طارق لقى نفسه واقف قدام باب خشب عليه جنزير
بس القفل ما كانش مقفول للآخر. زق الباب ونزل السلالم. السلالم كانت بتنزل لتحت، تحت الأرض بمسافة كبيرة جدا، والحيطان بدأت تتحول من دهان لطوب أحمر مرطب. أول ما وصل تحت لنهاية السلم لقى نفسه في صالة واسعة جدا، منورة بنور أبيض تلج يوجع العين، ومكتوب عليها غرفة التشريح. مكان كان عبارة عن مسلخ بشري حرفيا، مسلخ منظم بدقة ودقة مرعبة. طارق بص لقى فيه 5 ترابيزات استانلس بتلمع بطريقة غريبة. واحدة منهم كان عليها جثة لشاب لسه في العشرينات، صدره مفتوح بالكامل، الأعضاء محطوطة في برطمانات إزاز مرصوصة على أرفف وراه. الترابيزات التانية في الركن كان عليها منشار كهربائي، واللي عليها فتافيت عظم، واللي عليها جلد بني آدمين. وبص لقى حوض كبير جدا غرقان دم أحمر غامق. وكمان فوق كل ده وده كان في برميل بلاستيك مليان بمادة صودا كاوية، كان بيرمي فيها الأجزاء اللي مش عاوزها عشان تتحول لسائل ملوش ملامح، وبعد كده يصرفها في المجاري بعيد عن عين أي حد. نادر كان واقف في الضلمة، لابس مريالة بلاستيك خضرة، ماسك في ايده مشرط رفيع جدا وبيقشر جلد جثة تانية ببرود تام، وكأنه بيقشر برتقالة. طارق وقف مكانه مشلول من الصدمة. الريحة هنا ما كانتش ريحة دم بس، دي كانت ريحة موت حقيقي بيتم بإيد دكتور مهووس بالتشريح. طارق كمان لقى هياكل عظمية كاملة متعلقة على حوامل زي اللي بنشوفها بالظبط في معامل المدرسة، بس دي كانت لسه طازة. اللحم متشال منها بدقة، دقة جراح مهووس. أما اللحم اللي كان شايله من على الهياكل العظمية فكان حاططها في البرميل بتاع المادة الكاوية دي. طارق شاف قدامه وهو بيسيح، شاف الجلد واللحم وهما بيسيحوا بطريقة مرعبة. في اللحظة دي الدكتور نادر من غير ما يلف وشه قال بصوت هادي جدا: عارف يا طارق، العظم البشري ده أغلى حاجة في الوجود. الطالب من دول في كلية الطب بيدفع دم قلبه عشان يجيب جمجمة يذاكر عليها. أنا هنا بقى بوفرها له، وبوفر لنفسي كمان المتعة. انت عارف المريض النفسي ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن دوشة 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 دوشة، ولما بيموت وشرحه الدنيا بتبقى هادية، هادية جدا. نادر لف لطارق وعينه كان فيها نظرة نشوة مرعبة، وبدأ يضحك ضحكة هستيرية، ضحكة عالية جدا لدرجة إنها كانت بترن في البدروم، تخبط في الحيطان وترجع تاني. طارق بكل استعجاب واستغراب اتكلم وقال له: انت انت عرفت اسمي منين؟ نادر هنا قال له: صحيح، انا نسيت اقول لك، اصل انا مشغل المستشفى كلها على نظام كاميرات صوت وصورة، وكله بيجي عندي هنا على الشاشة اللي قدامك دي. المهم، انت دلوقتي هتبقى جزء من المجموعة. اصل بصراحة جسمك رياضي وعظمك قوي، يعني هتجيب سعر حلو قوي. نادر بدأ يقرب من طارق، وطارق حاول يطلع المسدس بتاعه، لكن دراعه المخلوع خانه وسقط منه المسدس على الأرض. نادر رفع المشرط وكان لسه هيغرزه في رقبة طارق وهو بيقول له: اهدى، كله بيبقى هادي بعد شوية. وفجأة الباب اللي فوق اتكسر. نهاد ما كانتش هربت، نهاد كانت راحت لأقرب نقطة شرطة وبلغت، لأنها شافت طارق وهو داخل عش الدبابير. الحكومة دخلت وضربوا نار في الهوا. نادر وقف مكانه ومفيش على وشه أي تعبير خوف، بالعكس ده كان بيبتسم ليهم. وهم بيخرجوا من المستشفى والكلبشات في إيده، نادر وقف قدام ناهد وبص لها بصة خلت جسمها كله يتنفض، وقال بصوت واطي جدا:
المستشفى دي مش هتموت يا ناد. الأرواح اللي هنا لسه بتحب الهدوء. نادر وهو بيركب البوكس بتاع الشرطة والسرينة كانت شغالة، نادر غمض عينه في وسط الزحمة والصريخ وصوت اللاسلكي، لكن نادر كان في دنيا تانية. نادر كان مغمض عينه وسمع همس في ودانه، صوت لآلاف الأرواح اللي شرحهم، كلهم كانوا بيضحكوا ضحكة مرعبة وبيقولوا في قلب ودنه: كله هيبقى هادي بعد شوية. المستشفى بعد كده اتقفلت بالشمع الأحمر، بس الناس اللي ساكنة في الشارع ده بيقولوا إنهم ساعات بالليل بيشموا ريحة الفورمالين طالعة جامد جدا من تحت الأرض، وبيسمعوا صوت منشار كهربائي شغال في عز السكات جوه مستشفى الوحش. وصلنا معاكم لنهاية الحلقة، أتمنى تكون عجبتكم، أتمنى طبعا أداء الصوتي يكون عجبكم، وأتمنى كمان القصة كقصة تكون عجبتكم، لأن هي طبعا أنا اللي كاتباها، ومش مستنية منكم غير الدعم، وكمان ان انتوا تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك، هتلاقوا فيها كل القصص اللي انا بكتبها واللي انا ان شاء الله هنزلها لكم اذاعيا، وتابعوني كمان على قناتي باليوتيوب. شكرا، واتمنى ليكم وقت سعيد، تصبحوا على خير.